طيب خلاص ماشي، انا نازل حالا، مع السلامة مع السلامة. بابا، ايه يا مالك؟ هو مش حرام الواحد يتكلم والأذان بيأذن عشان الملايكة بتلعنه؟ مين اللي قالك الكلام ده، ان الواحد لو اتكلم والاذان بيأذن الملائكة بتلعنه؟ شفتها من على التيك توك. طيب، اولا يا جماعة، ترديد الاذان ده سنة، يعني يستحب ذلك وانت بتاخد عليه اجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول. تمام، يبقى ده سنة وبتاخد عليه اجر. لكن مفيش حاجة اسمها لو أنا اتكلمت وقت الأذان أو بين الفواصل أو لو حد سألني سؤال أو لو جالي تليفون مهم وأنا رديت عليه وقت الأذان الملائكة بتلعني. مفيش الكلام ده، لا عليه دليل من قرآن ولا سنة. وإحنا المفترض يا عم مالك بعد إذن حضرتك بناخد أدلتنا من القرآن والسنة الصحيحة، مش بناخده من التيك توك ولا بناخده من المنصات ولا من الأفلام ولا من المسلسلات ولا من المنشورات اللي احنا ما نعرفش مين اللي كاتبها. بناخد الأدلة بتاعتنا من مصادر موثوقة، القرآن والسنة الصحيحة. لما أنا أجي أقول إن ربنا بيلعن اللي بيتكلم وقت ترديد الأذان، ده كده مطرود من رحمة الله، ده كده هيخش نار جهنم. ربنا أرحم من كده يا جماعة. تمام؟ بعد إذنكم استوثقوا من الكلام قبل ما تقولوه، عشان ووصلوا الفيديو ده لكل حد، عشان الكلام ده للأسف بلاقيه منشور كتير بين الشباب. تمام؟ مفيش حاجة اسمها لو اتكلمت ان الملائكة تلعنك وقت ترديد الاذان. خلاص، يلا قول لهم مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين دي بنوتة حضرها وقت الصلاة ففرشت المصلية وصلت على المحطة، فناس كتير هجموها قالوا لها ده حرام وكذا وبتاع. البنت ما عملتش حاجة غلط، خلي بالكم. تمام؟ الست لو صلت قدام الناس هل صلاتها كده باطلة؟ ابدا. طب ما هو في الحرم المكي والمدني النساء بيصلوا قدام الرجالة، صلاتهم مش باطلة. طيب الافضل ايه، ان هي تعمل كده ولا تخرج الصلاة عن وقتها؟ لا، الافضل ان هي تعمل كده وما تخرجش الصلاة عن وقتها. لكن لو في اي زاوية اي مكان اي ركنة كده ترتكن فيها عشان ما تبقاش قدام الناس وتركع وتوطي قدام الناس، يكون ده الافضل. طيب يبقى البنت دي ما عملتش حاجة غلط، بل بالعكس دي تؤجر على فعلها. انت بقى كراجل المفترض ما تبصش، صح ولا لا؟ يبقى الذنب عليك انت لو بصيت. لكن لو البنت حبت واتحرجت ان هي تصلي قدام الناس وحبت تجمع الصلوات مع بعضها، يعني لما تروح تصل، هنا طالما جمع الصلاة بعذر والحاجة مش لمجرد ان هي عايزة تجمعهم بالهوى كده وخلاص، هذا يجوز. ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة بغير خوف ولا مطر، أراد ألا يحرج أمته. هو ده اللي أنا كنت عايز أقوله على البنت اللطيفة دي، وربنا تقبل منا ومنكم ومنها إن شاء الله.